لو شفتي الفيديوهين اللي فاتوا فاحنا عرفنا مع بعض ان الغضب ليه علامات واضحة والعلامات دي بتظهر علينا، وكمان عرفنا ايه اللي بيحصل جوه مخنا وقت لكن الغضب. دلوقتي خليني اقولك على حاجة اهم. ازاي ده كله بيأثر على علاقتنا بأولادنا؟ وليه صعب نفضل مسيطرين على نفسنا لو ما اشتغلناش على الحل من الجذور؟ المشكلة مش في الموقف نفسه، المشكلة في الطريقة اللي مخك بيفسر بيها الموقف. يعني لو ابنك وقع المية على الأرض، مخك هنا مش بيشوف مجرد مية وقعت على الأرض، مخك هنا بيشوف أنا مش قادرة أسيطر على بيتي، أو أنا ابني مش بيسمع كلامي، أو أنا أم فاشلة. الجمل دي بتتحول لإشارات خطر، والمخ هنا بيشغل وضع الطوارئ فورا. عشان كده بتلاقي نفسك فجأة بتزعقي أو بتضربي، وبعدها بتفضلي قاعدة طول الليل ندمانة وبتلومي في نفسك. أنا عايزة أطمنك إن دي مش مشكلتك لوحدك، أغلب الأمهات بتعدي بنفس الدايرة. بس الخبر الكويس إن في طريقة نخرج منها، مش إنك تكبتي غضبك أو إنك تسيطري عليه بالعافية، لكن إنك تتعلمي إزاي تفهمي نفسك وقت الغضب. تستخدمي خطوات عملية تخليكي أهدى مع أولادك. أنا بقالي سنين بساعد أمهات زيك، وأقدر أقولك إن الغضب مش نهايتك كأم، بالعكس هو إشارة زي اللمبة كده اللي بتنور في العربية. لو عرفتي تترجمي اللمبة دي قصدها إيه أو الإشارة دي نحلها إزاي، هتقدري توجهيها في الاتجاه الصح وتعيشي مع أولادك علاقة أهدى وأقرب بكتير. أنا عارفة إنك دلوقتي محتارة، عارفة إن عندك مشكلة في الغضب لكن لسه مش واضحة معاكي أول خطوة إيه أو أبدأ إزاي. علشان كده الفترة اللي جاية هشارك معاكي خطوات عملية تساعدك إنك تبدأي رحلة الهدوء. فلو عايزة توصلك الخطوة اللي جاية بشكل مباشر أول ما أعلن عنها، هتلاقي في صندوق الوصف رقم الواتساب، ابعتيلي عليه كلمة هدوء وهتكوني من أول الناس اللي هيعرفوا.